والدراجات النارية. يقول بعض الناس: أحسنت، تكلمت عن هذه المواضيع التي نحن فيها وهي حادثة في مجتمعاتنا. نحن لا نقطع رزق أحد، بل إذا كان لدى ولدك دراجة نارية قل له: تأدب في الطرق، تأدب أمام المدارس، هناك أطفال صغار. حوادث تأتي كل يوم إلى المنظمة، حتى وجهت سؤال لأحد العاملين هناك قال: تأتينا كل يوم ما لا يقل عن حادثين إلى 3 سببها الدراجات النارية. أما المسألة الثالثة وهي الأهم وهي الأخطر، ما هو واقع في مجتمعاتنا اليوم. الحمد لله أنعم الله علينا بنعمة الأمطار، وهي من النعم التي كنا في هذا العام نتمناها، وهذا العام ولله الحمد كثرت السيول وعادت الآبار والعيون والسدود. لكن هناك بعض الناس قد يشاهد السيل ثم يمر بالسيارة ولا يبالي، لا يدري إلا وهو قد وقع الفأس على الرأس، وإذ به يجره السيل هو وأولاده أو الركاب الذين معه. كذلك بعض النساء والرجال يقوم يعبر بين السيل وما حادثة الجعاشين عنا ببعيد. أيضا هناك أمور شتى، منها السرعة الزائدة عند السيارات. أمس والله أيها الإخوة وأنا نازل من مدينة إب شاهدت بأم عيني حادثين كلها فيها وفيات، والآن عند الوراق حادث. لماذا هذا التسرع؟ أين العقلاء؟ أين الناس الذين يفهمون؟ فالله الله يا عباد الله في الأمور العامة. كما أننا ننوه على جميع إخواننا أن يأخذوا حذرهم، وأيضا أن يعملوا على ردم الأماكن المضرة، كما أننا نطالب مثل ما طالبنا العام الماضي الجميع عبر المساجد وعبر الفروقات بمسألة جسر الجعاشن. نطالب الهيئة التي قامت على هذا المشروع أن تبدأ في عمل وتكمل عملها، وأن توضح للناس سبب التأخير الذي هو حاصل، لأن أنفس الناس لا بد أن يكون الحفاظ عليها، لا بد أن نحافظ. الإسلام لماذا جاء أيها الإخوة؟ جاء ليحافظ على الكليات الخمس، ألا وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض. فلا بد أن نحفظ أموالنا وأن نحفظ الأبناء. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أعظم قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.